كيف ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس بوك. قبل ما نبداو في الفيديو تاعنا تاع نهار اليوم حبيت منكم ديروا لي اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس هكذا باش تحفزوني باش نستمر. موضوعنا تاع نهار اليوم اللي هو كيفاش تخلي اي انسان فوق الارض يدير لك 1000 حساب. النقطة الأولى لازم تحبي روحك وتهلاي في وجهك ونظافتك الشخصية باش كي توقفي بين الناس الثقة تاعك تكون عالية. هذه هي الحاجة الزوجة لأهم نقطة. ديما عطي القيمة لروحك، ديما عطي قيمة كبيرة لروحك، ما ترضاش بأي حاجة بالسهل، وبيني لهذاك البنادم باللي خصك وقت باش تخمي. الحاجة الثالثة واللي هي مهمة أيضا، حاجة ما تعجبكش ارفضيها وقولي نو ما عجبتنيش، مانيش قابلة بلا باكة وأدب. الحاجة الرابعة أيضا، عزي روحك وخلي كرامتك هي أول أولوياتك. اللي يغلط معك عاقبيه بالتجاهل التام لأيام وما تسمحيلوش هكذا باش يولي يخافوك يغلطوا معاك. الحاجة الخامسة اللي أهم النقطة، كي إنسان ما يحبش يعطيك حاجة ولا يقولك نو، ما تبقايش تلحي وتصمتي على بالي قتلك الفضول بصح عزت نفسك أولا. لو كان تلحي راح يطيحي من قيمتك، وإذا تجاهلتي الأمر وحده يجي يمدلك هذيك الحاجة ولا يحكي لك. الحاجة الستة اللي هي من كل مجال ادي معلومات عامة باش كي تكوني في جماعة تعرفي واش تجاوبي. 7، إذا كنتي في جماعة وقطعك واحد ولا ما جاوبوكش وتفاعلوا معك، حبسي الهضرة ونودي من الجماعة ولا رفدي تليفونك والهاي به، ومن بعد كي سكتوك هزي راسك برك. 8، كتعيطي لخطيبك وما يهز سيدي مرة واحدة وحبسي، يعني ما تكتريش فوق مرتين، لأنه إذا كان لاهي مش راح يهز، وإذا كان مع أصحابه ولا يخدم ولا راكد غير كيف الاتصال تاني باش تنحي الشك تاع بالك ما سمعوش. 9، في أي علاقة تدخليها لازم يكون الاحترام تام، جاومي تقولي هذا يحبني ندخسو ولا هذا يعرف عقليتي نو، إذا طاح لك دير العلاقة عمرها لا تدوم، وإذا دام صراحة تشبعي الدل والرخص بعد الزواج. 10، مرة على مرة الغي الخرجة تاعك مع هذاك البنادم واجليها باش ما تبانيش متاحة وملهوفة، غير يقولك هيك يلقاك عند الباب لا. 11، هدرتك تكون بالحساب وبدون تكرار، يعني كلمة واحدة تكفي باش تفهم جملة، وعينك خليهم مركزين على البنادم اللي راكي تهضري معاه. اذا كنتي محافظة على مبادئك ودينك وماشي خارج الطريق، ديري واش تحبي وما تسمعيش بهضرة الناس لانهم عباد كيفك كيفهم. هذه هي. وصلنا لنهاية الفيديو، دمتم في امان الله، واستنوني فيديوهات واحدة اخرى.